السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة طيبة مباركة للجميع. هنستكمل مع بعض أسعار العملات المصرية القديمة زي ما بدأناها. النهاردة هنتكلم عن عملة مهمة جدا، عملة مطلوبة جدا، عملة نادرة جدا. تم إصدار منها عملتين سنة 1975، إحداهم وجه النسر والأخرى هو يوم المرأة. يوم المرأة ده موجود جدا، عملة تذكارية جميلة بس موجودة متوفرة مع كل الناس. لكن العملة التانية أو الوجه الآخر هو وجه النسر، وده اللي قليل جدا. تم إصدار منه كميات صغيرة سنة 1975، لكن عملة الوجه اللي بيحمل يوم المرأة تم إصدار منه كميات كبيرة جدا، لأن كان في السنة دي احتفال كبير جدا بيوم المرأة في مصر وفي العالم، فتم إصدار العملة دي تكريما للمرأة والأم المصرية عموما، اللي هي دي عام المرأة. دي العملة اللي بتحمل وجه النسر. العملة دي بتعمل من 15 ل20 ألف جنيه، بتحمل وجه النسر في أحد وجوهها، والوجه الآخر 5 مليم. إصدار سنة 1975، وبكرر إصدار سنة 1975. العملة اللي مش مطلوبة اللي هو يوم المرأة لأنها متوفرة، لكن العملة النادرة اللي بتحمل وجه النسر، فتش في جيوبك، دور في دراجك، اسأل والدك ووالدتك عن العملات القديمة. تابعنا على التيك توك محمد حكيم، على اليوتيوب بقناتنا محمد حكيم بورسعيد. لو مش عارف توصل اعمل بحث على اليوتيوب واكتب قناة محمد حكيم بورسعيد هتظهر قدامك. اشترك وتابع كل جديد، واشوفكم على خير وجمعة طيبة مباركة للجميع.